عسلامة ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا شوربه على طريقتي. خديت شويه دجاج، قصيته نظفته. عندي هونية مغرفه نتاع ماكله طماطم معجونه. هنا عندي شوربه لسان عصفور 60 غرام، مش برشا. هنا عندي كعبه بصل معها شويه ثوم، عندي كركم، فلفل احمر، زنجبيل، كمون، طيب الكرويه وملح. وعندي هنا مكعب تاع مرق الدجاج. وهنا عندي شويه زيت. توا باش نحط يعني التوابل كلها باش نحطها توا مع اللحم، ومعاه الزيت، ونحط نقليها على النار. في الاخر نعمل الثوم والمرق الدجاج. هكا صبلو غرفتين زيت، مش برشا، ونحطو توا على النار. حطيت طنجة على النار، لازمو يتقلى مليح. من بعد نحطو طماطم معجونه، نخليها تطيب معاه شويه، ونعمل نصب الماء ونخليه يطيب. كيف ما تراو حطيت الطماطم زاده توا، نحطها كلهم يتقليو مليح مليح. نقص عليهم في النار باش ما تتحرقش. دوما تقلى شويه، من بعد نصب لها الماء. صب توا الماء، لتر ماء حطيت. خليها تطيب براحتها، ونغطيها ونخليها تطيب على نار هادئه. هوني كيف ما تراو الشوربه نتاعي حمتها. نتأكد باش نحط توا الشوربه ونخليها تطيب، متقعدش برشا 10 دقائق. الشوربه نتاعي طابت، يعني نتأكد باش نحط لها المعدنوس اللي نحطو ديما في الاخر، منخليش برشا يطيب. كيف ما تشوفوها بنينه برشا. ان شاء الله عجبتكم الفكره. ما بقى لي كنقول لكم بسلامه، تبقاو على خير.